أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج توكسيك فري في رمضان. الموضوع بتاع حلقة النهاردة مهم جدا جدا جدا، بيتكلم على فكرة التسامح. وهنا هربطها شوية بالمشاعر. لو انتي زعلانة من حد أو عندك غضب من حد، فانتي بتكوني طول الوقت مش عارفة ان انتي تسامحي الشخص ده او تتصالحي مع فكرة حتى ان الشخص ده في بينكم مشكلة وخلاص مش هترجعوا تتكلموا تاني. فلا انتي قادرة تتقبلي فكرة ان الشخص ده خلاص العلاقة بينا انتهت، ولا قادرة ان انتي تسامحي وتدي مثلا فرصة تانية، او حتى مجرد ان انتي تسامحي وتنهي العلاقة. فالتسامح من الحاجات المهمة، موجود ان فكرة التسامح هي من اكتر الحاجات اللي ممكن تقفل طاقتك او تقفل الحاجات الايجابية اللي ممكن تدخل في حياتك، لان هي بتبقى مرتبطة زي ما قلت من شوية بمشاعر سلبية زي مشاعر الغضب او الحزن الكبير. فالمشاعر دي دايما بتكون بتصد عنك حاجات تانية ايجابية في حياتك. وممكن لو انتي مثلا في حد كنتي في علاقة معاه والعلاقة باظت فانتي مش قادرة تسامحيه، اللي بيحصل انه بيبقى لسه في زي كده طاقة بينك وبين الشخص ده موجودة، وهي طاقة طبعا سلبية جدا، ممكن تكون حتى واصلة ان هي تمنع عنك علاقة تانية ممكن تكون ايجابية تدخل حياتك. فالتسامح من الموضوع المهم جدا اللي انت محتاجة تشتغلي عليه، بس حقيقة ان هو حاجة صعبة، مش سهل ابدا ان انا اسامح حد، بالذات لو حد انا حاسة ان هو اذاني. ندعي بأمانينا ربنا يرضى علينا ونصفي مشاعرنا وأفكارنا ونسامح اللي أذانا ازيك يا أسماء؟ الحمد لله. ازيك يا دينا؟ قوليلي الأول، انتي التسامح بالنسبة لك شايفة ان هي حاجة ضرورة، انا لازم اسامح اي حد؟ عارفه يا دينا ان الحد ده ممكن تبقى انتي احيانا، لان ساعات ما بنبقاش قادرين نسامح نفسنا على حاجات عدت وحاجات حصلت خلاص، بس بنفضل طول الوقت هو انا ازاي عملت كده، هو انا كان مخي فين لما عملت كده، هو انا ازاي كنت قابله على نفسي اللي بيحصل ده. خلاص يعني اللي حصل حصل يا جماعه، الحمد لله. آه فمش هينفع كل شوية اقعد اقول لنفسي كلام وحش، وكل شوية اقعد اقول انا كنت سيئة جدا. طب الحمد لله ان انا كنت، الحمد لله انا دلوقتي بقى عندي الوعي وعندي الدماغ اللي تقولي ان انا كنت غلط. ده معناه ان انا ما بقتش اقبل كده تاني. ده معناه ان انا في الفترة الجاية وفي التجربة الجاية مش هبقى نفس النسخة مني اللي فاتت كان بتقبل الحاجات دي كلها. خلاص يعني فيعني اصل هفضل ازعل من نفسي، وبعدين هسمعها كلام سلبي وتوكسيك كل يوم، وبعدين يعني عارفة نفسك دي بالذات، دي اللي انتي لابسه فيها طول حياتك هتوديها فين يعني؟ فخلاص يعني لو معرفناش نسامح نفسنا مش هنعرف اكيد نسامح اي حد حوالينا. اذا كان مش قادرين نسامح نفسنا اللي هو انتي عارفه نية نفسك وعارفه ان غالبا ما كانش قصدك انك تضري نفسك، فانتي هتسامحي اللي حواليك ازاي؟ وبعدين الفكرة كمان ان زي ما انا هسامح نفسي علشان انا بقى كنت بمر بظروف كانت مخي اكتر حاجة مخي عرف يجيبها، واكتر فكرة مخي عرف يتصرف فيها في الوقت ده كان اللي عمله معايا. طيب ما الناس برضو ممكن يبقى عندهم ظروف انا مش عارفاها كمان، فخلاص اسامحهم. ويا سلام بقى، يعني احيانا بنقول نسامح وهما ما اعتذروش. طب ماذا لو عاد معتذرا؟ هنعمل ايه؟ هنسامحهم ولا لا؟ هي الفكرة كلها ان عادة معتذرا او عادة معتذرة دي مش معناه ان ان انا ههيئ لها كل الظروف اللي حصلت فيها المشكلة اللي حصلت قبل كده واللي حصل فيها استغلالي بالشكل اللي فات، فانا ههيئ الظروف دي كلها علشان تعرفي تستغلي تاني وتعرفي تسيئي تاني وتعتذري بقى وما تعتذريش كده كده هسامحك. لا طبعا مش ده اللي بنقوله. احنا بس بنقول ان احنا عارفة اللي بيزعل من حد او اللي بيشيل في قلبه ده، يعني هو قلبنا مش حمل بقى يقعد يشيل من الحاجات دي كلها. في الاخر هو تقل علينا احنا.
فاحنا عايزين نمشي توكسيك فري، نمشي خفاف كده. مش شايلين بقى انا زعلانه دي تكت لي في السين في كذا ودي عملت لي كذا. مش هنخلص وهنمشي تقلة قوي، تقلة من دي وده وده، متأثرين في حاجات كتيرة قوي من ناس كتيرة قوي. فيعني سامح تتسامح، ربنا يسامحنا كلنا يا رب بإذن الله. واحنا بنغلط والناس بتغلط، واحنا بس يعني نتقبل من نفسنا ان احنا كنا نسخة جايز أسوأ من نفسنا دلوقتي، جايز أقل وعيا، وكذلك الناس اللي حوالينا. بس سواء أنا محتاجة نفسي في حياتي، ومحتاجة الناس اللي غلطت في حياتي، عشان هما مفيش بني آدم كامل. فاللي عنده نواقص زي بقية البني آدمين، يعني ده غلط معايا في موقف أو اتنين أو أيا كان، فخلاص أنا قلت إن الحاجة دي بتضايقني، وهو تقبل الموضوع ده، وإن هو هيحاول إن هو ما يعملهاش، واعتذر على اللي فات. فخلاص بقى يلا نبتدي من أول وجديد. أنا بس بابقى حاسة إن في 3 حاجات كده أساسية ساعات بيبقى واحد واقف عليهم في حتة التسامح دي. الحاجة الأولى إن بيبقى في سؤال شهير: ليه؟ ليه ده حصل؟ فالواحد مش بيرضى يسامح أو يموف اون زي ما بنقول غير لما يلاقي الإجابة، وغالبا مش بيلاقي إجابة، لأنه مفيش حد هيجي يقولك ليه ده حصل. دي حاجة. الحاجة التانية فكرة الاعتذار بقى، ان انا لا، انا هسامح لما الشخص يجي يعتذر، وغالبا برضو نسبة كبيرة من الناس مش بيجوا يعتذروا. الحاجة التالتة ودي مهمة جدا، انه احيانا انا ما بسامحش لان انا جوايا كلام كتير لسه ما قلتهوش. يعني بتبقى فكرة انا بس لو قلت الكلام ده انا خلاص كده هصفي اللي جوايا وهسامح. فالثلاث نقط دول مهمين جدا. لو احنا قدرنا مع نفسنا نوصل للرسالة اللي بنسميها وانا الموقف ده استفدت منه ايه، هجاوب على جزء من ليه ده حصل. فبدل ما اشوف ده حصل عشان الشخص ده مؤذي، ولا عشان ده انا كنت هبلة، ولا عشان كذا، الموقف ده حصل عشان انا اتعلمت من خلاله الحاجة دي، صح. او انا بسببه جالي الفرصة دي. فاول ما اشوف الحاجة الايجابية هفهم اجابة السؤال، فدي هتحل الجزء الاول. الحاجة التانية حتة الاعتذار فيها حاجتين: يا انا هقول ان انا في حد تاني ممكن يكون غلطت في حقه وما اعتذرتش، فخليها دي قصاد دي، يعني لعل انا اسامح ده من غير ما يعتذر، ربنا يخلي التاني يسامحني. او ان انا هفهم انه انا بضر نفسي، يعني هو اعتذر ما اعتذرش، وانا لو ما سامحتش مشاعر الغضب جوايا انا بتضرني انا، فانا بسامح عشان نفسي، فيعتذر ما يعتذرش دي على جنب. والحاجه بقى الثالثه المهمه، جوايا كلام كتير وعايزه اقوله دي بقى مهمه، فهي بتدوري على حد تقولي له الكلام ده، كوتش بقى، حد متخصص، حد من اصحابك، حد ممكن ان هو يسمعك تطلعي الكلام اللي عندك حتى لو من غير ما يرد، او لنفسك. فانا بس عايزه اقول على تمرين كده مهم جدا، والتمرين ده انا شفته من زمان وجربته، كنت بديه لناس كتير في سيشنز لما احس ان هي حتى في البيزنس مش عارفه تركز في الشغل بسبب ان في حد متضايقه منه، وكان بيجيب نتائج كويسه جدا. تمرين باختصار يعني بيحل تقريبا ال3 حاجات دي. فكره كلها ان انا بجيب ورقه وقلم وابتدي اكتب الموقف، واكتب كل بقى الحاجات السلبية اللي انا فاكراها من الموقف، حصل كذا كذا كذا، وعملت كذا، وعملتي فيا كذا، وكل التفاصيل دي. وبعد كده مفروض ان انا بنط الحتة تانية كده، توقعاتي، انا كنت مستنية في الموقف ده ان انتي تعملي كذا، او ان انت بدل ما عملت كذا انا كنت فاكرة ان انت هتعمل كذا. فبقول بعد كده انا كنت متوقعة ايه. وبعد كده مفروض ان انا بعد ما بخلص الحتة دي كامل خلاص، احس انا ما جوايش ولا اي كلام سلبي، غضب، لو عايزة برضو اقول كلام سلبي براحتي، ما جوايش خلاص اي توقعات تانية. بختم بان انا بصراحة استفدت من الموقف ده 1 2 3 4. فدي الجزء الاول. الجزء التاني ده حلو، انه يعني الحد اللي كان مخترع التكنيك ده كان بيقول ممكن تبعتي الجواب لحد الشخص، بس انا طبعا شايفه دي بتبقى صعبه في اكتر الحالات. فالاوبشن التاني انك مجرد ممكن تاخدي صوره للشخص، تفتحي الصوره وتتكلمي معاها او تتكلمي معاه، وتبتدي ان انت تقري الجواب بصوت عالي بكل المشاعر اللي كانت عندك. هتحسي بفرق كبير جدا جدا. وده تكرريه كذا مرة، يعني ممكن تكرري الموضوع ده كذا مرة لغاية ما توصلي لمرة من المرات وانتي بتحاولي تكتبي خلاص انا مبقاش جوايا اي مشاعر سلبية. في الاخر بتشكري الشخص وتقولي شكرا، يعني خلاص انت كده عملتي الدور اللي كان عليكي، او انت عملت دورك،
معايا وشكرا ومع السلامة. فبيريح جدا، بتطلعي كل الكلام اللي جواكي وبيوصلك لفهمك هو ده حصل ليه، وبرضه بيخليكي توصلي حتة انك بتحسي ان هو اعتذر لك يعني حتى لو هو فعلا ما اعتذرش، وبتشوفي الجانب الايجابي. فالتمرين ده هايل جدا، يعني اي واحدة ممكن تعمله وهيجيب اكيد معاها نتيجة. وفعلا زي ما اسماء انت كنتي بتقولي ان هي قلتي كده جملة اللي هو انت لما بتسامح يعني سامح تسامح، فهي دي خلاصة الموضوع. فعايزين نتخلص من الموضوع ده. لو انت في اي حد، ورمضان فرصة كبيرة جدا، اي حد عندك من ناحيته اي مشاعر سلبية، فاعملي التمرين ده سواء حابة علاقتك تكمل بيه او لا. وقولي لنا برضو، شاركينا بقى في الكومنتس، قولي لنا لو جربتي ايه النتيجة، وقولي لنا برضو انت ليه حاسة ان انت مش قادرة تسامحي. ومستنيينكم بقى في حلقات تانية في برنامج توكسيك فري في رمضان.